أهلا بكم. غادي نتقاسم معكم واحد القصة من أجل استخلاص الدرس والعبرة. هذه واحد الأسرة كتكون من رب الأسرة وواحد 4 ديال الوليدات ديالو شباب، فين هادشي في البادية جالسين كيتعشاو. شي شوية هو يدخل عليهم واحد التيس عتروس، دخل تيبرزط فيهم. كتعرفوا العتروس كيبقى يدخل يتحرك هنا يدير هنا، كل مرة تيقول ليه شت سير شت سير، برزطهم. واحد الساعة رب الأسرة قال لولدو الكبير سميتو حمدان، قال له حمدان نوض اربط التيس. حمدان ناض مع ديك النوضه اللي ناض، ضرب ديك لامبا طيحها طفاها. تم غادي لجيت التيس عفط على خوه، بدا خوه تيغوت، عفط ليه على كرشو. جاي يرجع مارش اريير، ضرب الطبسيل قلبو ديال العشاء. الاب تفطن الى الامر، عرف بان حمدان ماشي يدير هذه المهمه هذه. هو يقول لولاد الاخرين نوضوا ربطوا حمدان، اربطوا حمدان واتركوا التيس، اللهم التيس ولا حمدان. حمدان رولها ناض باش يربط التيس، هو يخلق لهم واحد القربانه تما. العبره شنو والدرس شنو هو؟ احيانا في المجتمع ديالنا كنوكلوا مثلا شي واحد، مثلا تنوكلوا محامي باش يدافع علينا في واحد القضيه، او كنفوضوا واحد النقابي في واحد الشركه معينه باش يدافع على واحد العامل، او مثلا واحد السياسي باش يترافع على واحد القضيه وطنيه ربما. فاذا به وليو باش يحل لك المشكل كيزيد يغرقك. علاش؟ لانه رغم الصفه اللي كيحمل ديال انه ينوض يقوم بداك الدور، لكنه لا يمتلك الاليات، ما عندوش ما يسمى بالدبلوماسيه، بالحوار، بالتقنيه، واحد العدد ديال الامور اللي تجعلوا انه ينجز المهمه بنجاح. وكاينين بزاف بحال هادو، اوليو باش يحل لك المشكله كيزيد يغرقك وما اكثر. مفهوم؟